زي النهارده السنه اللي فاتت كنت مزنوقه في المنهج جدا، فقلت طب ما تيجي نعمل تحدي يشجعنا نلم المتراكم علينا ويخلي الموضوع لعبه وفن. ولأن ما أقرب اليوم بالبارحة هذا اليوم الأول من تحدي دراسة 10 ساعات يوميا. صحيت النهارده الساعة 9 متأخر مش كده؟ طب لو قلتلك ان انا بقالي يومين اصلا بغيب ومش بعرف ان انا اصحى بدري، انا كده بقيت النهارده احسن من امبارح، وده هو الهدف من التحدي. الحمد لله المحاضرات كانت الساعه 12 غير ساعه ونص قبل الجامعه، وبعدين كان عندنا 3 محاضرات من اجمل المحاضرات اللي عدوا عليا في حياتي. اكيد واضح من حزني على انتهاء المحاضره. عملت التو ليست بتاع 7 hours اللي جايين ان شاء الله اللي هنشتغل عليهم. هما فيهم الثلاث محاضرات بتاع النهارده، وده المين جول اللي احنا نركز على اللي احنا لسه واخدينه النهارده، عشان في غيره متراكم بس عشان ما نركمش جديد. واخدت معاهم المفروض يعني عايزه اخلص 3 فارما. هما تكنيكلي يعني هما 3 بس هو الحقيقه هما 2 بس، يعني دكتور عازم منزله بارت 1 وبارت 2 بودكاست الفارما، تراك الفارما. يلا بينا. session 1. جرى ايه يا هستو بجد؟ كل دي محاضرة؟ ده انا اخدت حتة لونج بريك. الدينر يا اهم حاجة العشاء. اتعشينا، يلا بقى نسمع تراكات الفارما. اشيلك البتاع ده فوق راسي يا حبيبتي، لا عشان مش عاجبني اللون البينك اللي هم عاملينه ده. طبعا يا جماعه at this point انا كنت خلاص بنهار، عايزه اروح انام باي شكل وباي طريقه، وعايزه اخلص اللي في ايدي باقصى سرعه ممكنه. وللاسف دي بجد من مساوئ اخر سيشن في اليوم. حقيقي الموضوع بيبقى يا رب يا رب اقوم انام يا رب. وعشان كده اصلا ده recommended ان احنا نبدا باصعب حاجه ونخلي السهل خالص لاخر سيشنز قبل النوم، اللي هي حاجه نكون مش محتاجه مجهود قد كده. بس انا عندي مشكله ان انا بحتاج ابدا بحاجه سهله عشان تشجعني ان انا اكمل، فمش عارفه قولي رايكم. احب اوجه كلمه للفارم قبل ما اقفلها: الانتيبيوتيك 3 من 10. يا جماعه اكتشفت دلوقتي، يعني لسه بجيب الموبايل عشان خلاص بقى اتشيك اخر حاجه هذاكرها النهارده. ببص لقيت الموبايل فصل. يعني الموبايل فصل وانا كنت بصور بيه يعني، فما خدتش بالي اكيد. anyways بصوا، كمان ده نص كبير جدا ليا من ايام، بجد من ايام. انا فخوره جدا جدا باللي حصل النهارده وبالمحاولات رغم العثرات. الحمد لله يعني كملنا التحدي لكن مخلصناش التارجت، بس احنا عملنا مجهود يحترم جدا، اللهم لك الحمد. محتاجين ان احنا نخلي اولوياتنا عشان بكره في جامعه الصبح ولسه عايزه منتج الفيديو ده، let's call it a day. anyways اتمنى الفيديو ده يعني يوصل لكم وانتوا بخير، وبتحاولوا توصلوا لاحلامكم وبتسعوا لها، ودايما بتحاولوا تطوروا نفسكم وتبقوا نسخه احسن منها كل يوم عن اليوم اللي قبله ولو 1%. ابدا ما تقللوش مجهودكم، وتعالوا نكمل سوا بقى. تعالوا خلي الفيديو ده اشاره ليك عشان نبدا من اول جديد. تيجي نحط نقطه من اول السطر، المره دي مش هنبدا من الصفر، هنبدا من خبره. بلتين ما قلتهاش: لا تنسوا المتعه في الطريق وعثراته.